طب ايه احسن الحاجات اللي بتكون موجوده عندكم في العيادات تعوض موضوع فقدان الميه ده؟ احنا من اكتر الحاجات اللي بنعمل لها ريكومنديشن في ذات انه الار ار اس هاي ليفت ده من اكتر البرودكتس الكويسه جدا. بتعمل ايه بالظبط؟ ترطب يعني بتعوض نقص الميه؟ هي طبعا بتدي ترطيب وفكره برضو ان البرودكت نفسه احنا بنعتبره ان هو سكين بيلدر، يعني هو مش مجرد حاجه هتدي نضاره وقتيه وبس، لا هي حاجه هتساعد على السكين نفسها الكواليتي بتاعتها انها تبقى احسن. فعشان كده احنا بنقول عليه ان هو سكين بيلدر، بناء الجلد، بيساعد في بناء الجلد. بالظبط، بيساعد يعني على بناء الجلد. يعني حضرتك قصدك ان هو مش كويك فيكس زي ما بيقولوا، هو حاجه زي خطه علاجيه لازم تتعمل. بالظبط، زي بروتوكول هنمشي عليه، مش مجرد بالظبط مش مجرد حاجه كويك فيكس او حاجه وقتيه، لا هو حاجه هتساعد على اللونج ران ان الكواليتي نفسها بتاعه البشره تبقى احسن. من ناحيه ايه تبقى احسن؟ يعني هل مثلا التجاعيد هتبقى اقل ولا هو بيعمل لمعه في البشره او جلو؟ هو طبعا الترطيب او النضاره او البوستنج اللي بيحصل اكيد بيدي اللمعه اللي هي تقريبا كل الناس بتبقى طالباها بالظبط، خصوصا لو قبل يعني مناسبه مهمه. بس كمان احنا بنبقى عايزين دايما مثلا نلحق الرينكلز اللي لسه فاين، اللي لسه يعني خطوط بسيطه ما حفرتش، بنبقى عايزين نلحقها من الليفلز الاولانيه قبل ما تبقى ديب. تمام. فهو مش بس جلو، هو كمان هيساعد يعني الرينكلز اللي هي لسه فاين ما تبقاش عميقه. بالظبط، هو زي في مقوله كده بتقول ان نص الاعتناء بالجلد هو الترطيب، نص اللي احنا ورانا اللي لازم نعمله هو ان احنا نحافظ على جلدنا دايما مترطب سواء من جوه او من بره. صح. فاحنا من جوه عارفين اللي هو الميه، ومن بره السكين بوسترز، دي اكتر حاجه بتساعد. بالظبط. طيب يا دكتور، بعيدا بقى عن نضاره البشره في حد ذاتها، ان البشره بتلمع او ان التجاعيد اقل، في ناس بيبقى عندهم تصبغات في بشرتهم مع ان بيشربوا كويس ميه واللايف ستايل بتاعهم زي الفل، بس لسه وشهم فيه زي بقع، ده بيبقى حله ايه يا دكتور؟ انا كنت عايزه اتكلم في البوينت دي، انه من ضمن استخدامات الار ار اس هاي ليفت، يعني ده سبيسيفيك البرودكت ده في حاجه اسمها انتي اوكسيدنتس، ودي اللي بتساعد مضادات للاكسده. بالظبط، مضادات الاكسده بتساعد على انه الجسم ينتج ميلانين اقل. الميلانين ده هو اللي مسؤول عن وجود التصبغات في وشنا او في جسمنا، فبالتالي احنا قدرنا نستخدمه كبارت علاجي بقى للموضوع بتاع البلازما او البيجمنتيشنز، التصبغات، بعيدا بقى عن استخداماته للنضاره وللمعه وللجلو. فبيجيب نتائج حلوه جدا، استخدمناه مع بيشنتس كتير قوي في علاج الملازمه، وفعلا وصلنا بيه الريزلتس كويسه قوي.